هاي، انا وصال جايه لكم النهارده وانا فاقده الشغف، فاقده الامل، فاقده النطق، مخنوقه، قرفانه. بس طبعا ما اقدرش ما اعملكوش حلقه النهارده. وحلقه النهارده موضوع حسيته بنات كتير قوي بتعاني منه، قلت لازم اتكلم عنه. ركزي معايا، ازاي تعرفي اذا كنتي بتحبيه فعلا ولا انتي مجرد زهقانه وعندك فراغ ومش لاقي حاجه تعمليها. خليني اقولك حاجه مهمه قوي، انه انتي لو عندك حاجه من الاربع حاجات اللي انا هقولك عليهم دول، بليز ارجوكي عالجيها. عالجيها وما تروحيش تتعلقي بشخص ما بيديكيش احساسك بقيمتك، بيعاملك معامله مش كويسه. وجودك معاه بيخليكي ترضي وتقبلي بحاجات اقل من قيمتك بكتير، على امل ان انت تعيشي الحياه اللي انت رسماها في خيالك، اللي هي مش هيديها لك علشان الحياه دي اكبر منه، مش عشان هي صعبه، عشان هو مش قادر يعملها لك، وانت متعلقه بيه عشان انت زهقانه، مش عشان انت بتحبيه. فانا جايه اقولك النهارده ايه هو الحب. لو انت بتحبيه، لو انت بتحبيه فعلا، لو اتولدتي في اي ظروف غير الظروف اللي انت فيها دي، شوفي كده، لو اتحلت كل مشاكل حياتك، فكري فيه كده، هتختاريه هو برضو معاكي ولا لا؟ لو قلتي نفسك لا مش هختاره، ممكن يبقى في حد تاني احسن بيعاملني بطريقه كويسه اكتر، يبقى مش هو ده، يبقى ده مش حب. ازاي بقى تعرفي ان انت زهقانه ومش بتحبيه ولا حاجه، ومجرد حياتك فاضيه محتاجه تلاقي حاجه تشغلك عشان تبطلي تنسيه وتفكري فيه، وتفكري في نفسك وتفكري في حياتك وفي مستقبلك؟ هقولك بقى ايه هما الاربع حاجات عشان انا حطاهم على التليفون. ما ذاكرتش الحلقه دي بصراحه، مش عايزه اذاكر خالص، مخي واقف اليومين دول، عندي فقدان في الذاكره الايام دي، مش بفتكر اي حاجه. رقم واحد، لو انتي ما عندكيش هدف في حياتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انتي بتصحي من النوم تقعدي على التليفون، تاكلي، تشربي، تنامي، سرحانه، تبصي في السقف، متعمليش اي حاجه، او لو حتى بتعملي حاجات بيزك قوي، ما عندكيش خطه ليومك، خطه للاسبوع، خطه للشهر. بالنسبه لي انا كوصال كنت بعاني من حته الفراغ دي في حياتي لحد لما عملت 3 حاجات. اول حاجه ديلي تو دو ليست، زي ليست كده بكتب فيها الحاجات اللي انا هعملها في اليوم. يوم الاحد هعمل كذا، يوم الاثنين هعمل كذا، يوم الثلاث هعمل كذا. وويكلي تو دو ليست، الحاجات اللي هجمعها واعملها في نهايه الاسبوع. ومانثلي تو دو ليست او تو دو ليست شهريه، الحاجات اللي انا ناويه اعملها اخر الشهر او تكون توتال البرودكتيفيتي بتاعتي خلال الشهر. زي مثلا يوم السبت الشاور داي بتاعي، وبعد منه هصور حلقه اليوتيوب بتاعتي. بعد كده هروح الجيم. يوم الاحد هصحى من النوم من الساعه مثلا 12 لحد الساعه 4 هعمل اديت للفيديو بتاعي، خد بريك ساعه من الساعه 6 للساعه 10 مثلا فري تايم اعمل فيه بقى اي حاجه، اخرج مع اصحابي، انزل اشتري حاجه ناقصاني، اروق اوضتي، اغسل هدومي. ويكلي تو دو ليست بقى الحاجات اللي انت بتعمليها في خلال الاسبوع، احتياجاتك بقى خلال الاسبوع، حاجه ناقصاكي هتشتريها، ايا كان دنيتك هتمشيها ازاي، بس يكون في عندك اهداف في حياتك، ودي اسمها اهداف صغيره. ودايما بيتقال ان الجولز الصغيره بتليد to the bigger ones، يعني الاهداف الصغيره بتأدي للاهداف الكبيره. يعني انت لو بتعملي productivity او انتاجيه 1% كل يوم، كل يوم 1%، اخر الشهر نسبه البرودكتيفيتي بتاعتك هتبقى 30%، او نسبه الانتاجيه بتاعتك هتبقى 30%، نسبه الانجاز بتاعك هتبقى 30%، بعد 4 شهور هتبقى 130%. الحاجات الصغيره بتأدي للحاجات الكبيره. لازم يكون عندك هدف في حياتك، لازم يكون عندك خطه للسنه، هدف للسنه. عايزه بعد 5 سنين اكون عندي عربيه، عايزه بعد 10 سنين اجيب البيت اللي انا نفسي فيه، اكون عامله ماجستير، اكون ناجحه في شغلي. اهم حاجه ما تقعديش كده، هتقعدي كده اي حد هيدخل حياتك هتتعلقي بيه. لو المكوجي قالك صباح الخير هتحبيه. تاني حاجه، لو انت وحيده، انت بتمشي الناس من حواليكي، منطويه، قافله على نفسك، العالم بره مش وحش، بس انت لازم يكون عندك انتقاء، تختاري الناس بعنايه وتختاري اللي هتشاركيه معاهم، مش تنعزلي ولا تنفتحي قوي. ويبقى عندك نظره البنت دي شكلها وطريقتها واسلوبها وتفكيرها وشكل اصحابها وشكل حياتها عامل ازاي. البنت دي انا اخدها صديقه ليا، اشاركها حياتي ونخرج مع بعض وننبسط ونغير جو بنسبه معينه، ما بقاش كده اللي هو كل حياتي للعلن او كل حياتي للناس، او ابقى منعزله قوي. لو انت وحيده، اي شخص هيدخل حياتك هيبقى سهل ان انت يتم التلاعب بيكي، تعملك برين ووشنج، ما عندكيش حد ترجعي له تقولي له الشخص ده عمل معايا كذا فينبهك فينصحك. الوعي بيجي على فكره من ناس كتير حوالينا بيحبونا. الناس اللي علاقتك بيهم سطحيه ممكن يوعوكي اكتر من الشخص اللي هو داخل في حياتك ده عمال يعملك برين ووشنج او مفهمك ان هو يحبك وهو بيأذيكي او مش بيديك الشعور اللي انت تستحقيه. حاولي تعملي حاجه في حياتك تخليكي حواليكي ناس. تالت حاجه هي لو سيلف كونفيدنس او قله الثقه في النفس. بنات كتير قوي تبقى تحفه وفي طريقتها وفي تفكيرها وفي ستايل لبسها وفي كل حاجه في حياتها، ما عندهاش ثقه في نفسها. هي ما بتقولش كده in public، يعني والله العظيم انا بشوف بنات تحفه
تحفه فنيه، شكلها واسلوبها وطريقتها وستايل لبسها وشخصيتها من جواها والله بتبقى تحفه. تيجي بقى تتكلموا معاها زيرو ثقه في النفس، زيرو حرفيا ثقه في النفس. يعني شايفه ان هي اولا ما تستحقش ان هي تتعامل كويس، فبتقبل باقل من اللي تستحقه. شايفه نفسها مش جميله، شايفه نفسها دايما محتاجه تعدل في حاجات على لبسها على شكلها. وحاجه بقى اهم، لو في حد كومبيتيتور ليها او حد بيغير او الشخص اللي في حياتها شخص متلاعب بيحاول يقلل من ثقتها في نفسها، اي كلمه غلط عليها بتصدقها رغم انها مش صح. يعني الشخص دايما بيعمل برين ووشنج للبارتنر بتاعه او عايز يقلل ثقته في نفسه. الناس دي موجوده عادي، ممكن يبقى اقرب حد ليكي ويحاول يعمل كده. فدايما بلاقي البنات اللي مهزوزه من جواها عندها القابليه اكتر انها تستجيب للكلام اللي بيقلل ثقتها في نفسها، على عكس البنات الهاي سيلف كونفيدنت تسمع الكلام من هنا ولا بيفرق معاها. اي بنت بيكون عندها ضعف ثقه في النفس بتشوف دايما ان هي ما تستحقش الحب او ما تستحقش المعامله الكويسه، ممكن تقبل باقل ما تستحقه، ممكن تقبل انها تكون اوبشن في حياه الشخص اللي معاها، تقبل شخص بيتاخر عليها في الرد، بيديها ميكسد سيجنالز او ان هو بيديها اشارات مش عارفه هو بيحبها ولا لا. هي بتبقى قابله بالوضع ده وقاعده فيه مش عايزه تغيره عشان هي حاسه ان ممكن ده اخر قطعه مش هتلاقي احسن منه تاني. هو بني ادم عادي خالص واللي بيحب حد ما بيسببلوش اي شعور وحش جوه منه ايا كان هو ايه. فانت لو ما عندكيش ثقه في نفسك صدقيني اي حد هيدخل حياتك سهل ان هو يعمل لك برين ووشنج او يغسل مخك وتفهمي ان انت بتحبيه وتتعلقي بيه وتدخلي في لوب متبقيش عارفه تخرجي منها، تبعدي عنه وترجعي، تبعدي عنه وترجعي، تفكري فيه مش عارفه تخلصي نفسك من التفكير. لازم تكوني واثقه من نفسك وعارفه دايما ان انت تستحقي الاحسن حتى لو الظروف اللي حواليكي بتقولك ان ده مش هيحصل. صدقيني والله خلي عندك يقين في ربنا، صدقي نفسك وخليكي عارفه انت ايه وقيمتك ايه واللي انت عايزاه، او مش شرط اللي انت عايزاه، اللي انت تستحقيه. حتى لو انت حاسه من جواكي انك لا مش ممكن تاخدي حاجه زي كده، اللي انت تستحقيه واكتر هيجيلك. رابع حاجه من الحاجات اللي بتخليكي تتعلقي بشخص او تفضلي مع حد مؤذي ليكي هي الصدمات النفسيه. هقولك ايه العلاقه دلوقتي. لما بيكون عندك تروما في حياتك، ازمه، عايشتي مثلا صحاب واذوكي بشكل مبالغ فيه، كل حد بيسمعني دلوقتي هيفتكر ايه اكتر حاجه لمساه دلوقتي او مؤثره فيه، من بعدها ما بقاش يشوف الحياه زي الاول تاني. الصدمات النفسيه او الترومات من اكبر الاسباب اللي بتخليكي اول ما حد بيدخل حياتك تتشبثي بيه قوي، متبقيش عايزه تسيبيه خالص، وممكن تقبلي معاه باي وضع سيء انت ما تستحقيهوش علشان يفضل مكمل معاكي ويلهيكي عن التفكير في الحاجات الوحشه اللي حصلت لك. انت احسن واكرم واهم واكبر من كده انت تقبلي بحاجه زي دي. وخليني اقول لك دايما حاجه، ولو انت محتاره في شخص بيحبك ولا لا، انا عايزه اقول لك ان اللي بيحبك هيخليكي تشوفيه من وسط مليون شخص، مش محتاجه تبذلي اي مجهود. اللي بيحبك لو انت عايشه في اعالي البحار هيخليكي تعرفي ان هو بيحبك، هيثبت لك ان هو بيحبك، مش شرط بالحاجات الضخمه او الكبيره، بس المجهود. انا ممكن اشوف شخص قدامي بيعمل مجهود علشاني، ممكن ما يكونش الحاجه اللي انت متوقعاها او اللي انت عايزاها، بس كونه بيبذل مجهود بيحاول، ده يخليكي تشوفيه وتعرفي ان هو بيحبك. قلت لكم هقول لكم ايه هو معنى الحب. الحب ده ان انت تكوني مع شخص في بينكو مودة، في بينكو حب، في بينكو احترام، في بينكو كونسيستنسي، استمرارية، في تأكيد. حب الشخص ده كل فترة وانتي كل فترة بيأكد لك انه انتي رقم واحد في حياته، انتي مفيش بعدك ولا قبلك هيدخل حياته تاني. الحب فيه شعور بالامان، لما بتحبي حاجه بتطمني، لما حد بيحبك او انت بتحبي حد بتكوني حاسه انت مطمنه. الحب ما فيهوش تحكمات زياده عن اللزوم، ولا عقد، ولا انك تكرهي نفسك وتكرهي حياتك، ولا ان انت تضحي بحاجه في حياتك مهمه عشان خاطر ترضي حد. زي ما قلت لكم الحب ده شعور بالامان. الحب ما فيهوش قلق ولا توتر ولا قله ثقه في النفس ولا اسئله كتير. الناس اللي اتحبت مش لازم تكوني اتحبيتي من حد، يعني الناس اللي اتحبت في بيتها من صحابها اللي بيسمعوني هيفهموا كلامي كويس قوي. الحب ده زي ما انت كده بتتحبي، مش محتاجه تعملي اي حاجه، مش محتاجه تبذلي اي مجهود. زي ما انت كده بتبقي في حياتك شخص انت بتحبيه زي ما هو، مهما بيعمل فيكي انت بتحبيه، بيجلدك وانت بتحبيه برضه عشان انت حبك حقيقي، اما هو حبه مش حقيقي. فاهمه؟ مش فاهمه؟ ولا اقفل القناه خالص عشان انتوا تعبتوني. هتكلم بجد بقى شويه حاجه لو اتفهمت بجد هتغير حياه كل حد بيسمعني. فاي حد هيسمع البارت اللي انا هتكلم فيه ده يعني حاولوا تفهموه وحاولوا تصدقوه ان هو غير حياتي وغير حياه ناس كتيره قوي. وانا شفت حد بيتكلم عنه في فيديو وطبقته على نفسي، من بعدها انا حاسه ان حياتي فعلا اتغيرت. ايه هو الموضوع ده؟ تعلق في حياتك لازم يكون بحد واحد بس، الحد ده هو ربنا. اقولك يعني الموضوع مش تدين ولا مبالغه، الموضوع ده بيكون زي معادله انت لو
فهمتيها وطبقتيها حياتك كلها تتغير. الموضوع كله راحه نفسيه مش اكتر، راحه طول العمر. شايفه حال الدنيا المتقلب ده؟ مفيش حد مضمون. انا مش بقول الكلام ده اني بنشر طاقه سلبيه او كده، والله ابدا. الحياه ممكن تفاجئنا بحاجات احنا مش مرتبين لها، فعشان احنا ما نتهزمش، عشان مصلحتك انت ما تتدمريش، لازم تكوني فاهمه المعادله دي كويس. لو انت وحشه ورحتي له هيتقبلك زي ما انت، لو انت ضعيفه هتتقبلي زي ما انت، لو انت مريضه هتتقبلي زي ما انت. في كل حالاتك هتتقبلي، في كل حالاتك هيساعدك، في كل حالاتك هينقذك. يعني انت لو فهمتي المعادله دي كويس وبقيتي كل ما يحصل لك حاجه تلجئي ربنا، تكلمي معاه، تعملي صدقه، تصلي ركعتين قيام ليل. لو فهمتي المعادله دي ماشيه ازاي ولاحظتي تاثيرها في حياتك، حتى لو تاثيرها متاخر او مش عايز يجي دلوقتي، بس كده كده هيجي بعدين، ديفنتلي حاجه حتميه. زي الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، حاجه بتحصل كل يوم ما ينفعش حد يشكك فيها. ده نفس الحاجه مع علاقتك بربنا. خلي اكتفائك العاطفي يكون جاي من ربنا. ده اسلوب من اساليب الحياه لازم تمشي عليه، زي لايف هاك. يعني عارفه كده لما يكون في هاك في الحياه كده تعرفيها تكسبي حاجه، ده برضو نفس الكلام. انت اكتفيتي بربنا وعلاقتك بيه، طلبتي منه اللي انت عايزاه، العلاقه الصحيه السويه اللي انت عايزاها هتجيلك. بس حطي ليميت بينك وبين الاوبسيشن او بينك وبين التعلق المرضي. انا مثلا دلوقتي الاكتفاء العاطفي ده بيجيلي من ربنا، علاقتي بيه فعلا انا قادره اشوف الكرم بتاعه في حياتي، ان ربنا ازاي بيساعدني وبيقف جنبي. استمدتي الاكتفاء العاطفي بتاعك من ربنا، بقيتي سويه نفسيا، تمام. جه حد دخل حياتك اداكي حب واداكي احتواء واهتمام وعلاقه صحيه، تمام، هيخليني اسعد. بس غيابه مش هيدمرني. ان انت توصلي ليفل ان انت تكوني من غير شخص، بلا حياه، متدمره، لا شيء، ورابطه سعادتك وحياتك بيه، تفضلي طول عمرك متدمره. انت مش هتكملي اصلا. ان انت تربطي سعادتك بناس، بصحاب، بشخص، هيحطك في دايره التعب النفسي. وناس بتمشي، ناس بتتغير، واللي موجود دلوقتي مش هيبقى موجود بعد 3-4 سنين. انا مش عارفه اشرحها ازاي. انت لازم تكوني من نفسك مكتفيه، لوحدك سعيده. حد دخل هيدخل هكون اسعد، مشي انا لسه تمام زي ما أنا. بس ما تخليش الموضوع ده يوديكي لحته الاستغناء، ان انت مثلا يبقى مش فارق لك. محتاجه الحب في حياتك زي اي حد في الدنيا، دي حاجه جوانا كلنا. الانسان اجتماعي بطبعه، كلنا محتاجين ناس تحبنا، ناس تقبلنا زي ما احنا، حب واحتواء واهتمام والكلام ده طبيعي. الانسان اصلا مولود كده. لو الانسان مش كده ما كانش ربنا خلق فيه المشاعر دي. ما توصليش لنقطه الاوبسيشن او الهوس او التعلق بحاجه غير ربنا، لان الاوضاع متغيره فوق ما تتخيلي. انا انتقائيه، بختار ايه اللي يناسبني واللي شبهي واللي انا عايزاه واللي يديني قيمتي واللي انا استحقه فعلا واللي هيزود سعادتي اللي هي اصلا موجوده. وصدقيني لو انت فهمتي المعادله دي، انت اصلا يعني مش هتعاني من اي مشاكل في حياتك ليها علاقه بالاوبسيشن او التعلق او الفراغ، الاكتئاب، زهقانه، اي حاجه تعمليها فبتتعلقي بشخص، اقبلي بقى اللي تستحقيه. كل المشاكل المعاناه دي انت مش مضطره تدخلي فيها خالص لو طبقتي المعادله اللي انا بتكلم عليها دي دلوقتي. وبس، دي كانت حلقه النهارده. استنوني في حلقه جديده هتكلم معاكم عن موضوع حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. باي باي.